شنو يريد اكو مشكله يريد يحتويها. قلت له من وصلت؟ قال واحد ما اعرف وين يشتغل. شنو المشكله؟ قال انه اكو اسماء مال حشد طالعه الامريكان. شنو؟ لا حبيبي، قال على الامريكان اسماء الحشد وليش يكبر الموضوع وخلنا نحتويه. قلت له هذا ما يراد يحكي وياي، لأن الحشد موجودين، خلي يروح يبلغهم، لأن هاي قضية خطرة. خلي يروح يبلغهم الأمن الحشد وتوكل على الله. لا يريد يشوفك. قلت له ما شو اسوي يعني؟ خلي يروح يبلغ الأمن الحشد. المهم قطع الخط. ورا فترة اجاني ولد صديق دكتور، قال لك عائلة لبنانية معروفة جدا محترمة وتريد تستثمر بالعراق وما ادري شنو، ويريدون يتعرفون على رجال الأعمال العراقيين. سئلوا عليك ورادوا يتعرفون عليك ويشوفوك. قلت له اوكي. قلت له انا من اصير راح لبنان اعطيك خبر. فعلا صارت وحده من راحت لبنان اعطيته خبر. يا رجال انا راح اروح، فليتفضلون بالفندق. خابرتني مريح اسمها ميرلي فتشي، ما اتذكر والله. ميرلي فتشي يعني اسم مسيحي كان. اهلا وسهلا. قالت احنا نريد نشوفك. قلت له انا بالفندق بس كنت تاخرت وانا باكر مسافر، واليوم انا 11 بالليل يلا اطلع. قالت احنا 11 ونص نجيك. اهلا وسهلا. اجت والله 11 ونص. نزلت مالي باوع ماكو بالقاعه. شفتها لابسه مثل جماعه حزب الله، شكلها يعني اسود لابسه، بس هي شكلها بيضة هاي، وياها ولد شنب راسي. أنا بتفضل يا ست مالي. قالت أهلا وسهلا. منو هذا؟ قالت ابني علي. قلت لهم علي ما يشبهش نهائيا. قالت لا ابن زوجي. أوكي تفضلي شنو الموضوع؟ علاوي. قلت حبيبي خذ لك فرة قبل ما أحكي ويا أمك. شو الموضوع؟ قالت احنا شركة استشارات وما أعرف شنو علاقات عامة، ونساعد الحكومة العراقية. كل المسؤولين العراقيين يجون عندهم مشاكل نساعدهم ما أعرف شنو. قلت له أنا الشخص اللي قال لي عليكم قال أنتم شركة تأمين وتريدون تستثمرون بالعراق، ما قال لي أنتم شركة استشارات وتساعدون الحكومة. أنا مو بالحكومة أصلا. فيعتقد اتجاه الشخص الخطأ. ما أريد وقت متأخر وأخر شوية. الحكومة العراقية أكو سفارة تمثلها وتقدرين إذا عندكم خدمات تساعدون الحكومة روحي للسفارة. قالت لا احنا نريد يعني نساعدك أنت. قلت له أنا ما محتاج مساعدة أصلا، يعني شو تساعدوني؟ قالت أكو هذا موضوع مال الحشد وأسماء الحشد وطلعت وطبت ومدري شنو. قلت له انت منو اثرتك؟ منو انت قلتي لي ميرلي وانت من بالضبط؟ كان تقول لي اني ضابط بالاستخبارات الامريكيه. قلت له اهلا وسهلا شرفنا. وين الاستخبارات الامريكيه؟ قالت لي بالسفاره الامريكيه بالعراق والبحرين. قلت له الاثنين يعني بنفس الوقت؟ يعني يشيل قلبي رايح اراجع بين السفارات. قالت ايه. قلت له حاليا شنو هاي الشركه مالتك؟ هي تابعه لاستخبارات الشركه لو انت؟ قالت لا انا شركه خاصه لأن أنا طلعت تقاعد العام. قلت له أوكي. أنا شنو عرفت بهذا الموضوع كله؟ كان تقول لي إحنا نريد نساعدك بهاي قصة الحشد، وأكو هسه جماعة جايين أمريكان هم راح يشوفوك هسه. قلت له منين جاي الأمريكان دول؟ قالت هذا يشتغل بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية. شو يشتغل بالبيت الأبيض؟ قلت له قالت هسه هو يقول لك يعني. قلت له شاي شي سايق يشتغل غير اكو يبدا جوب اكو عنوان وظيفي عنده، فمو هيك بالبيت الابيض. وش عنده جاي وياه يعني؟ ايش عندي؟ شنو علاقتي بيهم؟ كان تقول مو الاسماء مال الحشد طالعه للامريكان. قلت له وشنو جاي زعلانين الامريكان؟ يعني يرجعون الاسماء لو شنو؟ لو اكو خطا بالاسماء وجايين يشتكون منه لو شنو الموضوع هذا؟ قلت له بابا كلامك ما مضبط انت. وش بيش بعدين تقمزين وتتلفتين؟ شنو مسوي بوقي انت باقي؟ كان يقول لا انت تشوف كميه المسؤولين العراقيين يجرين. قلت له ما شايل هذا الكلام. كان يقول زوجي يحكي وياك بس يسلم عليك. تفضل. كان يقول لي بها استاذ بها انت علم وتشرفنا، واني عمري كله اتمنى اشوفك والتقي بيك، بس
صارت مشكلة كبيرة بالأردن ورحنا لإصلاح ذات البين، واشتغلنا يعني بنصلح اكو مشاكل كبيرة صايرة بالأردن نصلحها. قلت له أنا حضرت، قلت له كان يقول لي أنا الشيخ صباح الكنانة. قلت له أوكي. بعدني فعلا ما دا أتربط، هذا ذاك نفسه اللي جاني. فرجع قلت له وين يشتغل صباح الكنانة؟ كان يقول لي معقولة ما تعرفه؟ قلت له لا والله ما أعرف وين يشتغل، يعني شنو مشهور رياضي شنو؟ كان يقول لا هذا قائد جيش مهدي. زوجك قائد الجيش المهدي وانت استخبارات امريكيه؟ قلت له شو هاي ما تشبه هاي، يعني شلون تزوجتي واحد قاتل امريكان او مشترك بعمليات ضد الامريكان؟ كان يقول لي لا والله هسه انت لو تشوفه كلش تحبه وكلش تغير رايك وما لك علاقه بالحكي اللي تسمع عنه. قلت له انا ما سامع عنه هسه ما اعرفه، بس انا ما ادري يربط عندي اكو ضابط بالاستخبارات الامريكيه متزوجه واحد بالجيش المهدي. عموما قلت له هذا الموضوع كله انا شو علاقتي بيه؟ كان يقول لي مو هسه الامريكان يجون. قلت له منو هذا الامريكي راح يجي؟ فقطني هم اسمه فد واحد تافه. هي قاعده بالتليفون دخلت اسمه طلع وجهه واحد اسود هيك مورم هذا مزين شعره ومطلع وقذلته ومدري شنو. قلت له هذا اللي راح يجي علي من الامريكان؟ كان يقول لي شلون هذا؟ قلت له عمي هذا بالجوجل. شنو هذا؟ جوجل دخلت اسمه طلعت صورته بالمندله يعني. شو يريد مني هذا؟ كان يقول لي هو اللي بيساعدك. قلت له انا داز علي المساعده، ما احتاج مساعده انا اصلا ضابط. هذا مساله الحشد الرجل الشادي يبتزني بيها بلغته راجع بها امن الحشد، وانت راح ابلغ هذا الاسود اللي مهجريه هسه من طريق الكروه. عندكم شيء بلغوا الحكومه العراقيه بشكل رسمي وبلغوا هاي هسه اتصل بالشرطه اللبنانيه مال هاي النصب والاحتيال مالتكم وقيم عليكم دعوه بالعراق. يلا ثلثي ارجوك بس انتظر الامريكان. قلت له بابا هاي حكي بيها على واحد ماخذ مقاوله بالنصب والاحتيال وتجون تمثلون عليه فيلم ويجي لابس لي نظاره سحب وهاي شنو جايين من الشارع. يلا ثلثي صعدت بالغرفه ورا 10 دقائق خابرني واحد يقطن انجليزي. احنا الان وصلنا الى الفندق. قلت له وين شنتي هذا؟ مو هاي الازمه مال الكورونا ورحنا نحلها. قلت له ايش تشتغل انت بالدفاع وبالبيت الابيض ومسؤول عن الكورونا بلبنان وبعد والله الاستيراد والتصدير هاي؟ قلت له بابا هاي افلام يعني بالابتدائيه ما تعبر علينا. ابتد حبيبي انا اعرفك لا بالامريكان. قال ما احنا جينا من مكان بعيد. قلت له لا عندك موعد ولا عندك ما عندي علاقه بك انا ولا اعرفك. يلا ابتد حبيبي. سديت التليفون. رجع هذا التافه يغرد بالتلفزيون خبط الدنيا منا جاب اسمي حط مدري كم شغله ورجعوا اتصلوا هم اصدقائي يا صالح وياه. شو صالح وياه؟ من هو صالح؟ شنو علاقتي بيه انا اصلا؟ هاي واحد داعي له شنو فريز يحكي عليه خليه يحكي عليه. شنو علاقتي بيه يعني؟ ما بشوفه ولا بلبيه. هذا اللي صار ويا السيد صباح وزوجته.